يكرمك. اتفضلي. انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. بس ابني طبعا انا بنقد مراته، بقول له مراتك بتعمل وبتسوي وبتخلي وبتلبس مش كويس ومش عارفه ايه، فراح اقسم لي يمين بالله ان لازم اطلقها بعد العيد. انت السبب. طب اعمل ايه طيب؟ انت السبب. ما انا بقول له انت شحنتيه يا ام احمد شحنه سودة. تنخديها ليه يا ام احمد؟ ما هي زي بنتك بالظبط، وبنتك بتلبس لا، برضه. هي بتلبس لبس. ما بنتك بتلبس يا ام احمد. انت ما عندكيش بنات يا ام احمد اكيد؟ معايا 3 بنات واتجوزوا؟ متجوزين والحمد لله. ترضي ان في واحده فيهم حماتها تقول لجوزها مراتك دي قله الادب، ومراتك ده بتلبس ضيق، ومراتك دي بتبين كذا بقول له بتعمل حاجات مش سؤال صغير بس، لا جاوبيني قولي اه او لا. انت توافقي؟ لا، ما طبعا. لا يبقى لا طبعا على مرات ابنك برضو. انا بالنيابه عن ابوها وعن امها اقول لك لا طبعا برضو. ابنك لما يقسم بالله انه يطلقها هقول له هيبقى عاصي لو طلقها، ومش من برك يا ام احمد ان هو يسمع كلامك ويطلق مراته. هو اللي ياخد قراره بايده، والمفروض هواري وفاين العلاقه اللي بينك وبينها. لا قدر الله الا اذا احتجتي وكنت تعبانه هي تخدمك عشان معونه له، لان هو جوزها وانت ام جوزها اللي ولدته وتعبت فيه. لازم ننظم العلاقه وتبقى كويسه. هيفرحك يا ام احمد انه يطلقها بعد العيد، مش هتحتاسي معاه لما تدوروا على واحده تانية وتغرمي، وهتجيلك التانية ممكن تكون بنت مكاره وتوريك الويل وتسرقك باسم الحب. دي بنت غلبانه، ما تجيش عليها عشان ربنا ما يجيش عليكي.